بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم انصر أخواتنا في غزة وفلسطين وانتقم من اليهود الملاعين يا رب. أهلا بكم أعزائي مشاهدي ومتابعي قناة سبورتس كومبيتيشن في كل مكان وحلقة جديدة أو فيديو جديد. هنتكلم فيه عن آخر الأخبار على الساحة الرياضية المصرية والعربية والعالمية. بالنسبة لبرنامج صدارات، حاولنا أو يعني حاولت كده في محاولة بسيطة إن أنا أعمل حلقة كل يوم، بس لقيت الموضوع صعب يا جماعة عشان الفيديوهات إن احنا نجمعها كده ويوميا صعب. فإن شاء الله هتبقى مبدئيا بشكل مبدئي كده كل يوم جمعة. إن شاء الله كل يوم جمعة تنزل لكم حلقة جديدة في برنامج صدارات، هنسرد فيه ما حدث خلال الأسبوع مع أهم القضايا التي حدثت على مدار الأسبوع. هنسردها لحضراتكم في حلقة مجمعة إن شاء الله هتبقى يوم الجمعة. شرفونا بس بالاشتراك في القناة واللايك والاشتراك في القناة، فعلوا زر الجرس عشان خاطر تنزلكم يعني كل جديد في جديد. ويا ريت اللايك يا جماعة عشان ده بيدعمنا والله. بس فهيبقى يوميا في لايف أو فيديو هنعرض مع حضراتكم يعني فيديو كده هيبقى فيه أخبار اليوم، مع يعني إيه ما على طول، يعني مش هنستنى لحد برنامج صد رد. طبعا هنخش على طول بقى الحلقة خلاص. طيب، هو من امبارح أو من أول امبارح مفيش صوت يعلو في الإعلام الرياضي غير قضية الشحات والشيبي، اللي الشحات انتصر فيها. ربنا نصره يعني عشان هو ما يعني كان غلطان واعترف بغلطته. ولكن في الأول خلي حوار الشحات والشيبي ده على جنب، هنتكلم فيه طبعا. بس في الأول عايز أستعرض مع حضراتكم حاجة كده. اهي دي ستوري كان منزلها محمد عبد المنعم على، هتبان لحضراتكم دلوقتي على الشاشة معانا إن شاء الله، على صفحته على الانستجرام. تمام. كان كاتب فيها: سأحمل دائما حبكم ودعمكم معي، شكرا لكم على كل شيء. هو في ناس فسرت الكلام ده على ان محمد عبد المنعم خلاص كده ماشي من الاهلي. والله هو لحد الان مفيش حاجه رسمي، مفيش حاجه رسمي، ومصدقش اي هجص يتقالك من اي حد، كله عايز يطلع الترند وخلاص. لكن الرساله دي معناها ايه، او ليه محمد عبد المنعم عمل كده دلوقتي، الله اعلم. ولكن محمد عبد المنعم زيه زي لعيبه الاهلي طبعا المتميزين، بيجي لهم عروض من كل حته من كل حته قصدي في العالم. كلام عن توتنهام الانجليزي او في والدوري الانجليزي، وكلاء بيحاولوا يسوقوا في الدوري الانجليزي، مش عيب يا سيدي، يا ريت كل يوم يطلع عندنا لاعب للدوري الانجليزي، ايه اللي فيها؟ ولكن في الاخر هيبقى بالتشاور او بالتراضي ما بين اللاعب وما بين النادي الاهلي يعني. ما اظنش محمد عبد المنعم اللي هو هيحاول يلوي دراع اداره الاهلي انه يحترف او كده يعني. صعب من لاعب من ابن من ابناء النادي الاهلي تقول رمضان صبحي عملها قبل كده. صوابعك مش زي بعض. بس دي كانت حاجة كده على السريع. تعالى بقى للموضوع اللي شاغل بال الرأي العام كله، أو اللي قلب الرأي العام الرياضي كله، موضوع الشحات والشيبي. في الحلقة الأولى في برنامج صد رد قلنا إيه يا عم الشيبي يعمل لك إيه الشحات يعني نقدم لك في ميدان عام. أنا عرفت معلومة جديدة، إن الشحات عرض إنه يسافر المغرب يعتذر لوالدة محمد الشيبي. في أكتر من كده تاني يا جماعة؟ عدى العيب الصراحة كده. المهم القصة باختصار كده إن حسين الشحات، انا شفت الفيديو بس كان نفسي انزله لكم على القناه، بس معلش الفيديو فيه يعني فيه سب من حسين الشحات، فمش هقدر انزله يعني، مينفعش يعني ينزل على القناه عندي. المهم حسين الشحات راح له بيقول له انت لو بره الملعب كذا، حسب، ضرب الشيبي بالقلم. الناس كلها مسكت في اللقطه دي. طب حسين الشحات هنا كان رد فعل ما كانش فعل؟ اه كان رد فعل. لعب 90 دقيقة بيستفزه وبيشتمه بوالدته وبمراته وبتاع. من امتى الكلام ده في كرة القدم يا جماعة؟ من امتى؟ كرة القدم تعتمد على الفير بلاي، اللعب النظيف. من امتى؟ والاخلاق يا اخي، بعيد عن كرة القدم، الاخلاق يا اخي. دي واحدة. حصل من محمد الشيبي برضه في ماتش الاهلي والبيراميدز في السوبر في الامارات.
معرفش حصل منه استفزاز كده بشكل معين خلى الشناوي وعلي معلول اتخانقوا معاه ساعتها. كده حضراتكم كلكم فاكرين اللقطة دي. طيب يعني انت لاعب، انت عايز ايه يا حبيبي؟ رد في الملعب، انت كسبان 3-0 والماتش منتهي. يعني الماتش ده هو كان الاهلي المركز الاول وخلاص خد الدوري، وبيراميدز المركز الثاني وخلاص راح دوري الابطال وبقى وصيف الدوري. يعني لا فوز بيراميدز ضيع الدوري على الاهلي، ولا هزيمة الاهلي اهدت الدوري لبيراميدز. هو خلاص يعني ماتش ملوش لازمة. ليه يا حبيبي كل الشوشرة دي؟ المهم، محمد الشيبي مصمم لحد الآن إنه ما يعترفش إن الكابتن ممدوح عيد رئيس نادي بيراميدز، والله أعلم برضه إن هو اللي زقه، مش راضي يعترف بده. بس محمد الشيبي كتب نهايته في مصر. المهم خلي الموضوع ده على جنب ثواني، هرجع لكم ليه تاني. محكمة جنايات مدينة نصر، وأنا آسف إن أنا بقول محكمة جنايات، إحنا المفروض قناة رياضية وده فيديو رياضي وتيشيرت رياضة، هو يعني بيتكلم في الرياضة، مال الجنايات بالرياضة. محكمة جنايات مدينة نصر حكمت على حسين الشحات بحبس سنة مع إيقاف التنفيذ وغرامة 100,000 جنيه. مبسوط كده يا شيبي يعني؟ هو ده اللي أنت كنت عايزه؟ طب إيه رأيك إن الأهلي غرم حسين الشحات 500,000 جنيه؟ يعني أكتر من غرامة المحكمة ليه. واتحاد الكورة غرمه 20,000 جنيه ومباراتين. بمناسبة اتحاد الكورة صح، عمل حركة ظريفة. بعد القرار ده راح وقف الشيبي 6 ماتشات. طب ما توقفه من الأول. يعني ما هو من الأول راح اشتكى في المحاكم المدنية، قال لك لا، قال كنا مستنيين إنه الموضوع يتم بالصلح أو بالتراضي. يا حبيبي، أنت مستنيه يتم بالصلح أو بالتراضي؟ ما علينا، اتحاد الكورة ده بقى مع نفسه، هو مع نفسه كده. المهم، بعد الحكم ده الآية اتقلبت. يعني بعد ما كان محمد الشيبي هو اللي يعني صاحب الأزمة والشحات بيعتذر له والأهلي عايز يتوصل له عشان يحلوا الموضوع ودي، اتقلبت بقى الشيبي اللي بيدور على حسين الشحات عشان يصلحه. اه والله. وحسين بيصيف وبيبلبط بقى مع عيلته ولا في دماغه. والله برنس. ودلوقتي بقى يعني الجيم بقى في ايد النادي الأهلي وفي ايد حسين الشحات. وفي خبير لوائح طلع قال لك ان الاهلي بعد الحكم ده يقدر يروح يشتكي للفيفا. اه والله زي ما بكلمك كده. هو الاهلي اساسا بعت للفيفا من وقت ما الشيبي راح قدم البلاغ في حسين الشحات. فالفيفا رد على الاهلي وقال له يعني انه مش هيقدر يتكلم او هيقدر يرد او هيفتي في الموضوع الا اذا لما يطلع قرار. اذا طلع اي ادانه للاعب النادي الاهلي، الاهلي يشتكي للفيفا او يبعت للفيفا احداثيات القرار اللي اتخذ ايه وايه مدى ضررها على لاعب الاهلي عشان الفيفا يرد. اللي فيها وقف نشاط في مصر دي، بس ما اظنش انها توصل لكده، يعني هتتحل. المهم، فوزي لقجع حاول يحل الموضوع، ما عرفش. الشيبي برضو ركب دماغه وانا مش هحل. طب رضا سليم يتدخل في الموضوع، لا برضو مش هحل. طب تعال دلوقتي بقى روح انت حل مع الشحات. الاهلي كده. وكمان قرار الايقاف بتاع حسين الشحات بتاع سوري الشيبي اللي من اتحاد الكوره، الاهلي هيضمه في الملف بتاعه اللي رايح للفيفا. وسلم لي على محمد الشيبي بقى. باك يمين هو بان، باك يمين. سلم لي بقى بيراميدز يا دوبك يلحق يدور على باك يمين من دلوقتي. ركبت نمرة مش نمرتك وقلتها في الفيديو اللي فات. سخنوك في بيراميدز عشان تعمل كده واديك لبست في الحيط. المهم، في معلومة كده اللي هو بيقولك ان بيراميدز هيبيع الشيبي ل... لدوري تاني مثلا في الخليج او في البلاد العربية، يعني مش عارف. فالاهلي قالك بقى هي لو اشتكى للفيفا و... وقال كمان ان اللاعب عشان خاطر يعني يهرب من العقوبة او يهرب من اللي عمله ده كله هيروح يلعب في دوري تاني اللي فيها وقف مدى الحياة. يا لهوي، ده الواد الشيبي خلاص يعني. اللهم لا شماتة يعني، بس ليه؟ خلاص لاعب اعتذر لك وبعد الماتش راح لك واعتذر لك وانت قبلت اعتذاره وقال لك انا مستعد اروح المغرب اعتذر لوالدتك. يا عم انت عايز ايه تاني؟ وحسين لاعب محترم ولاعب اخلاق ودي اول مرة تحصل منه. والفيديو انا شفته هو راح بيقول لك لولا ان انت في الملعب كنت كذا، وراح ضربك ليه؟ لان انت 90 دقيقة مستفز يا اخي. ايه ده؟ ايه القرف اللي انت بتعمله ده يا اخي؟ ركز في الكورة. اتقلبت عليك الآية. طيب، تعالوا نشوف تصريحات الأستاذ محمد رشوان، أحد فريق الدفاع عن حسين الشحات أو المحامين يعني اللي رفعهم له الأهلي،
في تصريح مع أستاذ محمد شبانة في برنامج بوكس تو بوكس قال: المقربون من الشيبي تواصلوا مع حسين الشحات لإنهاء الأمر بعد الحصول على الحكم اليوم، وحسين رفض. حقه طبعا، طبعا حقه. بعد ما كان الشحات بيدور على الشيبي عشان يصالحه، بقى دلوقتي الشيبي اللي بيدور على الشحات عشان يصالحه. وقال كمان: حسين الشحات رفض التصالح مع محمد الشيبي بعد الحكم الذي صدر ضده. برضه حقه. والله يا راجل يا شحات، اوعى تتنازل ولا تسيب حقك. مش هو اتمسك بحقه ووصل في الاخر؟ يلا بقى. الكوميديا في الموضوع ان المحامي بتاع الشيبي قال لك احنا مش هنقبل اقل من حبس حسين 3 سنين. ليه يا عم؟ ليه؟ مش عايز اقول لفظ يعني، هو اتحرش بيه. ايه اللي 3 سنين ليه يعني؟ محمد صلاح دراعه اتكسر في راموس، كسره له عمدا يعني. ايه ده كده كان كده بقى، راموس راح عدموه هناك في اسبانيا. في ايه يا عم مالك؟ الضرب داخل المستطيل الاخضر. في حاجه اسمها اتحاد كوره، لجنه انضباط، هم اللي يفتوا او يبتوا في الامر. الاتنين عندنا ملهمش لازمه، انا معترف معاه. الاتنين ملهمش لازمه، بس دي الجهه الرياضيه المصريه. ما عجبتكش يا حبيبي اطلع للفيفا واشتكي. ايه اللي يزعل في كده؟ لكن تروح لمحكمة. طب المحكمة اديته سنة ما كان في التنفيذ، ده كمان حسين هيستأنف على 100 جنيه، على 100 جنيه على 100,000 جنيه الغرامة. يا حبيبي الأهلي مغرمه نص مليون، يعني 5 أضعاف الغرامة، وتوقف ماتشين. أنت يا شيبي ما يعني شيبي موقوف 6 ماتشات، معرفش من ضمنهم ماتش الأهلي ولا لأ. يبقى من حسن حظك لو كان ماتش الأهلي من ضمن الماتشات اللي أنت موقفها، لأن جمهور الأهلي والله ما هيحلك. يبقى من حسن حظك إن الماتش ده يبقى موقوف فيه. لاعب دمر نفسه بإيده. قرارات خاطئة بتتاخد من اللعيبة كده. العدالة، عدالة السماء تحكم لصالح الشحات. المهم ده كان فيديو كده على السريع نحكي فيه القصة ده هو بتاعت الشحات والشيبي يعني. فان شاء الله ما يعني، هو انا لابس فانلة ريال مدريد بس انا مش مدريد والله. بس الفانلة بصراحة عجباني. ايا كان يعني، هيفوز الريال هيفوز دورتموند. نتمنى نشوف مباراة جميلة النهاردة ان شاء الله بإذن الله. استمتعوا بقى بالكرة النظيفة في اوروبا بقى وكده ان شاء الله يعني. عايز اخد رأيكم في حاجة مثلا كده يعني. ان شاء الله كده بعد كل ماتش ممكن ننزل فيديو كده، حاجة بسيطة كده عند دقيقتين 3 كده، اللي هو ايه، تحليلا للماتش كده على السريع يعني. بس لكن ان شاء الله هيبقى ثابت معانا يوميا فيديو نشوف فيه الاخبار يعني الاخبار اللي متداولة على مدار اليوم، وان شاء الله نناقشها مع حضراتكم. فضلا وليس امرا دعمونا باللايك وبالسبسكرايب. يعني الفيديو اللي فات بتاع الصدارات ده جاب حزب مش عارف حاجة و50 مشاهدة. والله العظيم أنا ما معترض، اللهم لك الحمد ولك الشكر، ولكن حضراتكم ادعمونا عشان ده والله دعم لينا. لو عجبكم المحتوى اللي احنا بنقدمه، ولو في أي حاجة حضراتكم مش عاجباكم أو مش عايزينها اكتبولي، وأنا أخوكم وتحت أمركم في أي حاجة. وإن شاء الله بإذن الله، إن شاء الله قريبا قريبا هنصلي في القدس إن شاء الله، أو هنصلي في المسجد الأقصى إن شاء الله بإذن الله. ألا إن نصر الله قريب. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.